بص الحركة دي. بص اللقطة دي. حتى بص الحركة دي. بص اللقطة دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت الجد جد، الكلمة مني عهد. السلام عليكم حبايب قلبي. النهارده هنعمل الكهرمان الجميل ده، وفي ناس بيقولوا عليه ده كربط. هنعمل احلى طبق شوربة عدس باسراره وتكاته، حاجة روعة. يلا بينا نشوف الطريقة وهتدعولي. اول حاجة معانا شوربة تكون دسمة زي ما انتوا شايفين، او نستبدلها بمية ونحط لها معلقة زبدة. الشوربة بتاعتنا فيها بصل، فمش هنضيف بصل، لكن هنضيف يا ست فصوص توم، يا معلقة كده مش مليانة قوي توم مفروم، وزي ما قلنا بصل لو مش شوربة. وهنحط معلقة رز مغسولة بدل البطاطس، او ربع بطاطساية او نص بطاطساية على حسب حجم البطاطساية، يعني يا بطاطس يا معلقة رز. ربع كيلو جزر متنضف ومتخرط، ربع كيلو طماطم، بنجرتين متخرطين او مفرومين. طبعا انا بفضل احطه مفروم، فبفرمه كده وهاخد منه 3 معالق مفرومين. نص كيلو عدس سايب او تكون شركة كويسة متعودين تجيبوها، هغسله كويس. حطينا 3 معالق بنجر او ما يعادل بنجرتين، 3 معالق مفرومين او بنجرتين متوسطين متقطعين او ما يعادلهم. وهنحط العدس ونقلب كل الجمال ده في بعضه. مش هنحط توابل لان شوربتنا فيها اغلب التوابل، مجرد ان احنا هنزود شوية كمون بس. لكن لو هنعمل على مية هنحط 7 بهارات، فلفل اسمر، شعرة حبهان مطحون، وكمان هنحط بصل بودر وتوم بودر وجنزبيل ورشة قرفة، يعني التوابل اللي تحبيها. مرقة فراخ او مرقة لحمة على حسب ما تحبي. خلاص هنسيب كل الكلام ده يتسلق وارجع لكم. طبعا ما ننساش نحط معلقة ونص ملح، وبكده وصفتنا هنسيبها تتسلق ونبتدي نشتغل فيها. حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده كل حاجة استوت. هنسيبه يبرد خالص ونرجع نشوف هنعمل ايه. بعد ما برد تماما هنبتدي ناخد منه، وهشيل جزء لان الكمية كبيرة جدا. الكمية دي تأكل 10 افراد. هشيل جزء والباقي هحطه في الخلاط او في الكبة ونضربه سوا. بعد ما ضربناه نصبه على النار تاني، ولو حاسه ان قوامه تخين زودي شويه شوربه. ونصب حطيناه على النار يغلي مع بعضه. حطينا مكعب زبده، هنحط حوالي 4 معالق شعريه كبار. هنحط 4 معالق شعريه كبار زي ما احنا شايفين، ورشه ملح. طبعا احنا مملحين العدس فرشه بسيطه عشان نوحد اللون. ونقلب، وممكن يستبدل الزبده بزيت لو انت مش حابه تحطي زيت. واحنا بنحمر الشعريه نقلب العدس كويس جدا علشان ما يعملش حاجه من القعر. اول ما تبدا تلون هنديها معلقه توم كده، او 4-5 فصوص توم مفرومين، وده اللي هيدينا تيست حلو جدا جدا. وكمان نحط شويه كزبره مطحونه، نص معلقه كده، ونقلب بقى لحد ما ناخد اللون اللي احنا عايزينه. خدت اللون الذهبي التحفه ده، هنروح ضايفينها. الريحه ايه ولا اروع. بس مهمتنا ما خلصتش هنا، هنقلب واحده واحده واحنا موطيين النار علشان القعر، ونروح ونيجي ونقلب. قلبي ده الجزء اللي انا شلته، وده الشكل النهائي. دقته مش عايزه اقول لكم خطير. بألف هنا وشفا عليا وعليكم. استنوني في وصفه جديده مع استاذه هاجر على قد الايد.